بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله البنات غادي نشارك معكم هذا الوصفة الإيطالية سميتها كاسادية بالخبز ديال طاكوس. المقادير بساط. عفوا، المقادير يعني ديالها بساطين وكتجي سهلة في متناول الجميع. وخليكم معايا تبعوا المقادير وراه غادي تنجحوا. وهادو هما المقادير كما كتشوفوا. عندي هنايا كل حاجة مقاداها. عندي هنا الفلفلات بالألوان مع العطرية مع مطيشة موزاريلا القزبر ومعدنوس والبصلة والثومة. وهنا الصدر ديال الدجاج مشرمل، وكذلك الخبز ديال طاكوس خديته واجد على هذا الشكل هذا. يعني كل واحد ياخذ القياس اللي غادي يدير. انا خديت المقادير على حسب افراد العائله، وتبعوا معايا الطريقه ان شاء الله وغادي تنجح لكم الوصفه. وصفه رائعه وزوينه، وهانتوما معايا في هذا الوصفه ان شاء الله. بعد ما خديت المقله درت فيها واحد 2 معالق ديال الزيت، وعاد درت هذا الصدر ديال الدجاج، وبالمساعده ديال الابن ديالي غادي نديرو ان شاء الله اليوم 2 اوكلات ديال الصدر ديال الدجاج وشويه ديال الكروفيت. وخليكم معايا تبعوا. وهذا هو الابن ديالي هو كيساعدني. هذا الصدر ديال الدجاج درناه فوق العافيه وكيحركو. هنا زدت شويه ديال الزعتر. يعني الزعتر كيعطي واحد النكهه رائعه وزوينه، واحد الرائحه طالعه منها والمذاق. بعد ما شحرت هذا الصدر ديال الدجاج غادي ناخذ المقيله ديالنا ونرجعوا لها هاد البصله والثومه. وغادي ندوزو حتى هي نشحروها ان شاء الله. يعني البصله على حسب الكميه اللي عندكم. انا عندي هنا تقريبا 3 ولا 4 ديال البصلات. غادي ندوزو نرجعوهم على النار حتى هما يتحمروا مزيان حتى كتنزل داك البصله وكتعطي اللون ديالها ذهبي. ها هي البصله ديالنا كنحمروها مزيان، كتقلى مزيان ان شاء الله. هاد الاكله البنات رائعه وسهله. وغادي نزيدو عليها الفلافل ديالنا، واللي عندها فلفله خضراء حتى هي تزيدها، كتعطي واحد النكهه هاد الفلفله زوينه. الطيبه ديالها كتجي رائعه. وغادي نزيدو هاد العطريه اللي عندنا، فلفله الابزار كمون مليحه شويه د الخرقوم. وغادي نطيبوها نحسو بالفلفله ديالنا طابت نزلت حتى هي. وعاد غادي نصبو عليها هذا المطيشه اللي قطعناها مربعات صغار وحيدنا لها الزريعه. يعني اكله كتوجد دغيا دغيا بالزربه، ما كتطلبش شي وقت. وغادي ناخذ شويه ديال القزبر والمعدنوس نزيدو حتى التالي. وغادي نجمعو كلشي. ودابا دزت انا حكيت شويه ديال الموزاريلا جوب كيسور. وغادي ندوزو ناخدو الخبز ديال الطاكوس ديالنا، والوصفه ديالنا هي وجدت باش نعمرو هاد الخبيزات. وغادي نبداو على بركه الله. غادي ناخدو هاد الخبز ديال الطاكوس، ناخد شويه ديال الجبن
هكا مع الجنيب. ناخدو بالمعلقة، ناخدو شوية ديال الفلافل، يعني يولي عندها حتى الزيتون طريفات كلها نزيدو، هو كيعطي واحد النكهة زوينة. هذاك الزعتر وهذا كيعطي واحد الرائحة رائعة. وغنزيد شويه ديال الجبن من الفوق باش كتقبط لنا ملي كنجيو نطيبوها على هذا الشكل. غادي نطويها ونكمل الخبيزات اللي مازالين. وغادي نزيد معكم وحده اخرى. هانتوما البنات راه كتجي ساهله، يعني ماشي شي صعوبه فيها، واللي عندها الوقت الكافي وبغات تعجن الخبز ديال الطاكوس في الدار تعجنو. انا خديته واجد، وهكذا نزيدو شويه عاود ديال الجبن، دائما هكا من الفوق، من تحت الجبن من فوق الجبن، وغادي نوليو نجمعو حتى نكمل الخبيزات اللي عندي وندوزو نطيبوهم. خديت بانيني وسخنتها، درت هذا الخبيزات كيطيبو، كيجيو رائعين البنات وكيوجدوا تاكلوهم سخيخين. وهذا هو الخبيز ديالنا، هو هذا بجد كتشوفوا وكذا غزاله ورائعه، سميتها كاسادية بالخبز ديال الطاكوس، أكلة طليانيه كتجي رائعه. انا قسمت واحد الوحيده، وبصحتكم وراحتكم، ونلتقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وغادي نبداو دابا الاكله الثانيه ديال الكروفيت. عندي هنا المقادير ديال الكروفيت بعد ما غسلته، نقيته مزيان وغسلته. خديت مقله درت فيها مطيشه محكوكه حيت الزريعه، ودرت شويه ديال مطيشه ديال الحك، وخليت شي وحيدات هنا للتزيين. خديت شويه القزبر ومعدنوس الثومه، يعني كلشي هو قبالتكم شي باين في الفيديو. وهنا عندي العطريه وشويه ديال الزيت، ما كترناش من الزيت، شي 2 المعالق او 3 كبار ديال الزيت. خديت المعلقه. هانتوما البنات غناخد زيت غير قليل ماشي بزاف باش ما كتجيش مزيته بزاف، 2 معالق او 3 زيت عاديه او زيت بلديه اللي كان. عندي هنا العطريه، شويه ديال القزبر حبوب، شويه ديال الابزار، كمون، شويه ديال الفلفله حمراء والمليحه، وشويه ديال السوداني او الشطه. وغادي ندوز نشحر هادشي في المقيله، طيب لنا مطيشه مزيان مع داك مطيشه ديال الحك. وهذه هي مطيشه حنا كنوجدوها. هذا ولدي راه تبارك الله قايم بالواجب. كروفيت كيسوطو هي المقله، كيسوطو في المقله بلا زيت، غير هذا شويه باش ما كيجيش يطايب.
غادي نصبو فوق الطماطم ديالنا اللي طابت. أكلة ساهلة هاد الكروفيت. نخليوه يتشحر ويطيب مزيان، نحسو بلي طاب صافي. كنصفيو عليه كيجي معلك غزال، وشوية الزعتر، دائما الزعتر كينكيه. مع الكروفيت ديالنا زيناه بشوية د الليمون وشوية ديال الكروفيت اللي خليناه مازال هكاك صحيح باش كيعطي الديكور زوين. وصفة رائعة البنات ديال الكروفيت، كتجي زوينة ولذيذة وبصحتكم وراحتكم. نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وجميع الأمة الإسلامية، واللي عجبته الطريقة يخلي لكم كومونتيرات فيهم تعليق زوين بحالكم الغزالات. الله يحفظكم وتصوموا وتعاودوا إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديو آخر.